هل سمعتم عن بناء الجنة؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل المصفى، فيها شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري. إن ثمن الجنة إيمان بالله وعمل صالح.